تعالوا النهاردة نشوف ازاي هنحول قطع الفل دي للكرة التحفة دي. بصوا عاملة ازاي، وكمان طريقتها سهلة جدا. ومش بس كده، وممكن نعمل كده كمان. بصوا شكلها تحفة ازاي. ويلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تعملولي لايك. هنستخدم اي فل متوفر عندنا. ده الفل اللي بيجي مع الاجهزة الكهربائية. قصيت منه مربعات كده، وعلى حسب بقى حجم الكرة اللي انا عايزة اعملها. ودلوقتي عاوزة الزق الفل في بعض، فممكن استخدم يا اما غيره يا اما مسدس الشمع. انا النهارده مستعجله فهستخدم مسدس الشمع، بس ضروري جدا نخلي المسدس على اقل درجه حراره علشان الفل ما يسحش، او نطفي المسدس لحد ما يبرد شويه وبعدين نستخدمه. ودلوقتي هنحط الشمع، بس هنحاول نخليه في الجزء اللي في النص، يعني مش عايزه اجي عند الاطراف علشان ما يضايقنيش في المرحله اللي بعد كده. كده بقى مكعب واحد او كتله واحده. هنستخدم البرجل او اي حاجة مدورة علشان نرسم دايرة بالشكل ده كده. ودلوقتي محتاجين قطر حامي جدا. وده شكلها بعد ما قصيتها. مش مهم تكون متساوية ولا اي حاجة، المهم بس ان انا بشيل الزيادة بتاعة المربع. وهستخدم القطر مرة كمان، المرة دي هحطه مايل كده وهبدأ اقطع. بخليها شكلها مدور كده من فوق على قد ما اقدر، وهقلبها وهعمل كده كمان الناحية دي. ده شكلها كده بعد ما شلت كل الزيادة زي ما وريتكم. لو عاوزين تظبطوا اكتر من كده بالقطر هيسهل عليكم قوي المرحلة اللي جاية. يعني في هنا شوية زيادات انا ممكن اشيلها واسويها على قد ما اقدر، وما خليهاش فيها اي سنون كده او حتت حادة. كده انا تقريبا خلصتها، او يعني شلت كل الحاجات اللي انا كنت شايفة ان هي حادة كده وشكلها مش مظبوط، علشان اسهل على نفسي الخطوة اللي جاية. ودلوقتي جت مرحلة الصنفرة. الصنفرة دي اسمها صنفرة 150، بتبقى ناعمة شوية وبتتباع بالمتر في محلات الحدايد والبيت. هناخد منها حتة كده، وبعدين هبدأ اساوي كده بيها الكورة. بصوا ده شكلها بعد ما خلصتها، بجد ولا غلطة، سهلة جدا وبسيطة وما خدتش اي وقت. شوفوا انا مش عايزاكم تتخضوا، بس انا عملت كل دول. طبعا انا مش عاملاهم كده وخلاص، انا كنت عاملاهم علشان هعمل بيهم المجموعة الشمسية، فعملت احجام كتير. وبرضو الكورة دي ليها استخدامات تانية كتير ممكن نستغلها في اي ديكور. هعمل معاكم دلوقتي حاجة، هختار واحدة من الاحجام اللي هي زيادة. اخترت دي. تعالوا نشوف هنعمل بيها ايه. هنجيب الغيرة وهنغطي بقى الكورة كلها كده بالغيرة. علشان نعرف نغطيها كلها نحطها كده في اي عصاية. بعدين هنحط الورقة في كيس الجليتر ده ونرش بقى. بجد روعة، بصوا تحفة.
هسيبها تنشف. وكده بعد ما نشفت بصوا شكلها تحفه ازاي. طبعا عايزين نعلقها، استخدمت ابره منجد وحطيت فيها خيط سناره، ربطته من الناحيه التانية كده، وبعدين هندخله هنا كده في نص الكوره، طلعه من الناحيه التانية. بصوا بقى بعد ما علقتها كده شكلها تحفه، وهي بتتحرك بصوا عامله ازاي. ممكن نحطها في عيد ميلاد او في اي احتفالات عندنا، هيبقى شكلها حلو قوي. كمان ممكن تعملوا منها الوان تانية كتير، بجد شكلها روعه وتستحق التجربه. وما تنسوش تقولوا لي رايكم في فيديو النهارده، ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. نهار ابيض. فرشة كان فيها اصفر تقريبا، في صالحنا برضو اللون الاصفر ده. مالها في ايه؟ مش كنت بعرف اعملها.